خلي بالك وسط دايما المشاكل والازمات في بعض اللعيبه اللي بتعمله، يعني انا بالنسبه لي بتبقى مواقف حلوه، مواقف حلوه جدا 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 كمان. واحد من اللعيبه دي ناصر منسي. ناصر منسي كان الفتره اللي فاتت بعيد عن المشاركه، ما بيشاركش، بيخرج، يعني خلاص ما كناش بنشوفه. كان قاب قوسين او ادنى من الرحيل عن نادي الزمالك. كان قريب من الاتحاد او البنك. لعب التزم وانضبط وشارك في التدريبات ولعب واثبت نفسه وسجل وبقى المهاجم الاساسي، والكل بيطالب ببقائه. ولو مشي جمهور الزمالك هيزعل جدا جدا عليه، وسط كل ده زيه زي باقي اللعيبه ما بياخدش فلوسه من نادي الزمالك. واللي عجبني لحد اخر لحظه ناصر منسي موجود وملتزم ومنضبط وبيشارك في التدريبات وما عندوش اي مشكله خالص. ولو قالوا له العب مع اي حد هيلعب. وبالنسبه له عايز انا اكمل مع نادي الزمالك وعايز افضل في نادي الزمالك، ولا بيتخانق ولا بيعترض ولا بيعمل اي حاجه خالص بصراحه. نوعيه لعيبه قليل يعني في مصر بشكل عام، قليل لما بتلاقي نوعيه لاعب زي ده مسالم. بص، ولا عايز يلعب، عايز يسجل، عايز دايما الزمالك ياخد بطولات. برافو يا نصر.